السلام عليكم. أهلا بيكم في قناتي، قناة الجد. في الشتاء والبرد اللي احنا فيه دوت لازم على طول نشغل الفرن يا جماعة. وانا بحب المعجنات قوي، فانا تقريبا يعني كده اول ما تخلص معجنات من عندي اروح عاملة جديد. هنا بقى عندي كمية مية 150 ملي. انتوا يمكن شفتوها سخنة. طبعا مش هحط عليها خميرة دلوقتي. انا حطيت اللبن من التلاجة ساقع، فعشان كده خليت المية سخنة عشان يبقى الكمية كلها دافية. حطيت معلقة ونص خميرة، وحطيت معلقة سكر وعلبة زبادي صغيرة. هنقلبهم بقى ونسيبها تختمر، او يعني نخلي ننشط الخميرة. اغطيها، فتح السائل ده. هصبها هنا بقى في طبق العجن، واحط بقية السكر، فالسكر كله معلقتين كبار، واحط هنا معلقتين زيت زيتون، واحط بيضتين. انا هكتب لكم المقادير دي كلها في صندوق الوصف. شايفين العجينة قد ايه غنية؟ دي لا تقارن طبعا بالفطار اللي في المخابز او في السوق. هما مش هيعملوا المكونات الغنية دي كلها. فعشان كده احنا ستات البيوت بنعمل حاجات تنفع تفيد ولادنا صحيا وتبقى مغذية ليهم. حطيت البيضتين وضربت بقى كل السوائل مع بعضها. عندي هنا ده الوعاء بتاع الميزان نفسه. وزنت 700 جرام دقيق كامل. الحقيقة انتم ملاحظين الدقيق هنا فاتح، مش زي الدقيق اللي في الاكياس اللي في السوبر ماركت. بيبقى اغمى لانه بيضيفوا حاجات الله اعلم هي ايه. فالافضل انت، الحمد لله ربنا وفقني لحد بشتري القمح اديهوله ويطحنه، هو يروح يطحنهولي. فده دقيق صافي يعني بالقمح بالقشرة بتاعته اللي هي الردة بجنين القمح بكل حاجة، ومعلوش اي اضافات. هضيفه بالتدريج واعجن بقى كويس. لو عندك عجان يبقى تعملي على العجان، مفيش مشكلة. لو عايزة تعجني بإيدك تعجني، بس العجن بالإيد بياخد فترة طويلة، لأنك لازم تخدمي العجينة كويس قوي، لأن دي فيها ردة، فبتبقى صعبة شوية إن هي تدي في الآخر عجينة هشة، فلازم نخدمها كويس. انا هنا بس حسيت العجينة شوية ناشفة، عملت رشة مية بسيطة يعني ما تجيش حتى نص معلقة. افضل كده بايدي اعجن فيها، هسيبها ترتاح شوية وارجع لها تاني. اشوف لما سبتها ارتاحت تحس انها طريت عن الاول. برضو اكمل عجن فيها، لانه لازم نشغل الجلوتين عشان اللي هو بنقول عليه العرق. معايا هنا معلقتين كبار زبدة تكون طرية. هبتدي بقى اعجن العجينة لغاية ما تتشرب الزبدة دي. وانت بتعجني هتحسي في الاول كده ان العجينة اتقطعت، مش مشكلة. هو ده الطبيعي. تفضلي بقى تعجني فيها لغاية ما ترجع تتجمع تاني مع بعضها. انا هنا عجنت الاجمالي العجينة ما قلش عن ربع ساعة، انما لو في العجان هتاخد حوالي 7 8 دقايق او 10 دقايق بالكتير. هفضل بقى اعجن لغاية لما العجينة تنعم وتبقى ناعمة كده في ايدي. شايفين هنا بقت عاملة ازاي؟ وتحس الاناء اللي انت بتعجني فيه نضف مفيهوش اي حاجة خلاص. والعجينة دي ما بتلزقش، هي طرية وناعمة. شايفين ناعمة ازاي؟ طرية وناعمة وجميلة جدا.
هدهن بقى الطبق شوية زيت زيتون واحط العجينة فيه واغطيها واسيبها برضو ترتاح عشان اعرف اشكلها. ادهنها برضو بشوية زيت زيتون عشان ما تنشفش. انا الحقيقة عشان خاطر البرد غطيتها وحطيتها في الشمس شوية علشان ما تاخدش وقت كبير. شايفين هنا اختمرت الحمد لله وبقت جميلة، بس انا الحقيقة لقيت الطريقة ديت هتاخد وقت كبير، فرحت منزلاها من الطبق وعملتها رول وبديت اقطعها بقى. عجينة طرية وناعمة وجميلة جدا. شايفين هنا اختمرت الحمد لله وبقت جميلة جدا. هبتدي بقى اقطعها كور الحجم اللي انت عاوزاه بقى. انا الكرة دي تقريبا كانت 40 جرام. باخدها اكورها في ايدي كويس قوي واجمع كده الحتت اللي هي مفتوحة فيها دي علشان ما تفتتحش معانا وهي بتستوي. اجمعها كويس قوي. قطعت كل الكمية، بس انا الحقيقة لقيت الطريقة ديت هتاخد وقت كبير، فرحت منزلاها من الطبق وعملتها رول وبديت اقطعها بقى. عجينة طرية وناعمة وجميلة جدا. العجن فيه متعة يا جماعة، وعمل الفطاير وانك تعجني بايدك فيه متعة كبيرة قوي، وبيخرج كل الطاقة السلبية اللي عندك. عندي هنا في الطبق ده في بيضة خفقتها بالشوكة مع معلقتين لبن، والطبق التاني فيه سمسم حمصته نص تحميصة مش تحميصة كاملة. هاخد بقى الكور زي ما هي كده، زي ما انا كنت مكوراها، اغطسها في البيضة بالحليب، وبعدين اغطسها في السمسم وارصها في الصاج اللي انا هخبز فيه، وهنشوف هنعمل ايه بعد كده فيها. يا رب اللي لسه معايا لغاية دلوقتي بيتفرج ما ينسانيش في اللايك وسبسكرايب. نرجع بقى للكور اللي انا غطستها في البيضة والسمسم. اجيب بقى كوباية واجي من النص كده واضغط عشان اعمل فتحة اللي هحط فيها الحشوة. وما تحطيش الكوباية في دقيق ولا اي حاجة، لانه طبقة السمسم مش هتخلي فيه عجينة تلزق في قاع الكوباية. انا هنا برجع اعيد عليها تاني. عاملة هنا بقى حشوة مجموعة أجبان. كان عندي جبنة قريش على جبنة براميلي على جبنة رومي كانت مبشورة، خلطتهم مع بعض وخلطت معاهم روسبيف قطعته قطع صغيرة. فانت اي أجبان عندك حطيها. بعد كده قطعت قطع جبنة شيدر وحطيتها بقى من فوق الوش عشان تسيح كده وهي بتستوي وتدي للفطاير طعم جميل. هسيبها بقى تختمر. شايفينها جميلة ازاي، والعجينة هشة جدا جدا وطعمها في منتهى الجمال. يا رب تعجبكم تجربوها، وان شاء الله تدعولي تحسيها من بره مقرمشة ومن جوه طرية وهشة، تحسيها قطن فعلا. شايفين طرية قد ايه وهشة. يا رب تجربوها وتعجبكم وتدعولي بالصحة والستر.